وهنسميها كفتة أم محمد، هننافس بيها كفتة الحاتي اللي منتشرة على السوشيال ميديا كلها. كفتة أم محمد معمولة بطريقة مختلفة خالص غير كفتة الحاتي، صراحة طعمها كان تحفة، شايفينها متماسكة ازاي، وطريقة مبتكرة كده جميلة حلوة، يعني اللي عملها مش كتير قوي، شايفين الصباع متماسك وبيقطم ازاي، مستوي وطعمه جميل جدا جدا. هنقول لكم على اسرار الكفته الناجحه، بس انا مش هكتب بقى كفته الحاتي، انا هكتب كفته ام محمد بدون نقوره كده وبدون تريقه على الاسم. عندنا نص كيلو من الكفته من اللحمه مفرومه، عليها بوش وعليها دوش وعليها كمان حته ليا اللي كل الجزارين بتحذر منها، وعندي بصلتين مبشورين. تمام. طيب عشان الكفته بتاعتي تطلع 10 على 10 وتطلع 100 100، ما بتتحطش عليها البصله كامله، لا ده احنا بنجيب البصله وبننزل منها الميه بتاعتها، يعني باخد منها تفل البصل بس، زي ما ام محمد بتوريكم كده، صفت الميه وحطت معلقه ملح. والجديد بقى في كفته ام محمد هنحط معلقه عسل اسود، ومحدش يقول لي ازاي، واول مره نشوف كده، يعني جربوا جربوا يا جماعه مش هتخسروا حاجه، ده الفيديو كله 5 دقايق، اتفرجوا على الاخر هيعجبكم قوي. وام محمد حاطط معلقه عسل اسود، عشان كده انا ما بقولش كفته الحياتي، عشان كده انا بقول اختراع، عشان كده بقول والله انا ذهلت بطعمها، كانت حلوه بصراحه. ام محمد بقى بعد ما بتتاكد ان البصل نزل ميته خالص واللي موجود قدامها ده تفل بس، قامت منزله التفله على النص كيلو لحمه المفرومه اللي عليها بوش وعليها دوش وعليها كمان حته ليا ضاني، معلقه من النشا، وكمان هنحط عليها كيس بيكنج باودر، ده مش كيس كامل، ده معلقه من البيكنج باودر. تمام يا جماعه. والفلفل الاسمر بتاعنا، وهنبتدي نقلب تقليب جيد جدا جدا. تاني حاجه من اسرار الكفته ان هي تتعجن جامد. ليه؟ الكفته لازم تاخد اكتر من وش، فاحنا ما عندناش مفرمه فهنعملها في الكبه. فاول سر تفل البصل، تاني سر ان هي تتفرم تاخد وشين او 3 وشاش. فاللي ما عندوش المفرمه هيستخدم زينا كده الكبه. طب واللي ما عندوش الكبه يستخدم المطحنه بتاعه التوابل، ويبتدي يطحن حته حته لحد لما تبقى زي العجين زي ما انتم شايفين اهو. السر التالت بقى ان هي تتحط في التلاجة تهدى خالص، حتى لو تقعدوها لمده يوم او تعملوها قبلها بيوم، عايزين تعملوها قبلها بساعتين مفيش مشكله. ميه البصل اللي نزلت من البصل او تفل البصل مش هنرميها، لا ده احنا هنحط عليها معلقه من الصلصه، تمام زي ما شايفين كده اهوت، وبتبتدي ام محمد بتدوبها. كفته طالعه متماسكه ازاي من التلاجة، وهتصبع على بلة ايديها من الميه اللي هي بتاعه البصل وعليها الصلصه. والصباع احنا بنحبه تخين، اللي عايز يعمله رفيع براحتك مفيش اي مشكله. زي ما بقول لكم ديت غير كفته الحياتي، دي كفته ام محمد بالوصفه اللي احنا حاطينها قدامكم ديت، موضوع بسيط جدا، اي حد ممكن يعملها، ممكن تشوفوها في الفرن، ممكن تعملوها على الفحم، انا عملتها على الفحم. تمام. وادي السيخ التاني عشان بنوريكم وهي بتسيخ اهو. طبعا لو ما عندناش السيخ ينفع العصيان الخشب بتاعه الشيش تاووك، مفيش اي مشكله خالص، ممكن بمعلقه بطرف المعلقه ونعمل الصباع، يعني نشغل دماغنا مش هنقف عشان نعمل نصبع كفته. زي ما حضراتكم شايفين كده، تعالوا بقى نتنقل، انا شويتها على الفحم. طيب رابع حاجه مهمه في الكفته ان الفحم يبقى هادي ما يبقاش حامي. انا كنت شاوي قبل الكفته ديت فراخ، تمام، بعد ما خلصت الفراخ شويت الكفته، ومجرد ما هي ما بتتشمع انا حاطط شبكه، عشان اذ لربما انا خفت بصراحه، عشان انا عارف ان الكفته ما بيتحطلهاش ليا، فقلت هتقع فحطيت شبكه. تمام. فزي ما انتم شايفين اهو، مجرد ما بتاخد لون تتشمع ابتدي اقلب الصباع بتاعي. كده استوت اهيت، وهنبتدي بقى نغرفها قدامكم اهوت، ننزلها قدامكم ما شاء الله. طبعا هي كشت عشان فيها دهون، واحنا عاملين صباع تخين، فما شاء الله يعني عشان يملى العين كده ويشبع. مجرد ما نمسح بس طرف السيخ بمنديل، وهتبتدي ام محمد تنزل لكم الكفته، وتنغرفها بقى على شويه بصل، عليهم شويه سماق، على خضره، على عيش، زي ما احنا عايزين، اللي احنا عايزينه نعمله. دي كفته ام محمد مش كفته الحياه يا جماعه، احنا مش هننسب امر نقول كفته الحياه كفته الحياه. ولحد دلوقتي انا ما اعرفش ايه هي كفته الحياه اللي كل الناس عماله تخترع تقول كفته الحياه عشان بس تظهر على محركات البحث. انا بقى ما بقتش فارقه معايا اظهر على محركات البحث، لان كده كده القناه بتاعتي اصلا ما حدش بيشوفها. فاحنا بنعمل زي ما قلت لكم الطبخ دوت اهو، يعني ذكريات لينا ولاولادنا. ادي احنا غرفنا اهو، ده الشكل النهائي بتاعها، يا رب تكون الوصفه عجبتكم.